وتوقفت عند مرحلة سقوط الموحدين. كنت أفكر: من جاء بعدهم؟ سؤال جيد يا بني. بعد سقوط الموحدين ظهرت قوة جديدة تحمل راية المغرب، دولة المرينيين. المرينيون من هم؟ وكيف استطاعوا أن ينهضوا؟ بدأت قصة المرينيين في القرن الثالث عشر الميلادي. كانوا قبائل أمازيغية من منطقة زناتة، وظهروا كقوة جديدة عندما بدأت دولة الموحدين تضعف. رأى المرينيون الفرصة لتوحيد البلاد من جديد. وهل نجحوا؟ نعم يا بني، بعد أن قادوا عدة معارك ضد الموحدين استطاعوا أن يستولوا على السلطة في عام 1269 ميلادي. أسسوا عاصمتهم في مدينة فاس، وبدأوا في بناء دولة قوية. وماذا كانت أولوياتهم؟ كانوا مهتمين بتطوير البنية التحتية والعلم. اهتموا ببناء المدارس والمساجد، مثل مدرسة العطارين